من زمان قوي احنا بنسمع مصطلح النعش الطائر، وده كان مصطلح بيتم اطلاقه على معظم السيارات اللي ما كانش فيها وسائل امان مش بتفرمل، والحوادث بتاعت السيارات دي بالذات كانت كتيره، سواء كان بقى على العربيات البيجو بتاعت زمان ديت، وفي ناس كانوا بيطلقوا النعش الطائر ديت على الفيرنا. دايما كان بتحصل حوادث كارثيه جدا بسبب العربيه دي بالذات. وفي ناس تانية كانوا بيعملوها على بيطلقوا الشعار دوت على السيارات الشاهين. اي نعم الفانوس بتاعها شكله مستطيل بس شغال، يعني حتى الان موجوده والناس بيتجنطوها وبيعدلوها وبينزلوها على الاكسبور بتاع التيك توك والدنيا تمام يعني. فقشطه يعني، مشكله كان في السواق تقريبا. ولكن انت دلوقتي بقت في 2026 السكوتر الكهرباء الصغير كده، سكوتر كهرباء مش بيطلع صوت، بيتم تسميته بالنعش الطائر. وانت تستغرب ازاي سكوتر بقى تم تسميته بالاسم دوت، نظرا لكميه الكوارث اللي حصل في الفتره اللي فاتت بسبب السكوتر دوت. ما غرقش ان هو سكوتر خفيف بيتشحن بالكهرباء وما عنده مش بيتشحن ببنزين او الكلام دوت، لا ده فتاك جدا، عنيف جدا. لو انت بتسوق مكنه، بتسوق توك توك، بتسوق عربيه، بتسوق تريلا، اكيد حصل لك موقف في الفتره اللي فاتت ديت بسبب سكوتر. ممكن كنت هتلبس، ممكن الطفل كده سايق سكوتر كنت هتفعص وكنت هتعمل شاورما، فربنا معاك. تم انتقال فكره ان السكوتر ده كان نازل مصر عشان الناس يستخدموه ان هم يسهلوا امور حياتهم. الشخص الموظف اللي بيقبض 6000 جنيه اخر الشهر يبقى معاه سكوتر شحنه بالكهرباء، يروح وظيفته، يروح السوق، يقدم مشاويره، يروح المصلحه الحكوميه ومطمن ان هو مش بعد ما يخلص اجراءات البطاقه الشخصيه بتاعته ان هو مش هيشيل هم ان هو راح يفول بنزين، لا يا دوبك هشحنها في كهرباء كده في اي قهوه كده واشرب له كوبايه شاي وراح دماغه. ولكن تم انتقال فكره السكوتر ديت ان هي بقت مشروع تجاري، بقى شيء مربح جدا، بقى افضل شيء حاليا تبقى راجل تاجر قد الدنيا، بحيث ان انت لو معاك 60000 جنيه تشتري سكوترين ثلاثه تقريبا على حسب ما اعتقد، يعني الاسعار عامله ازاي دلوقتي. في سكوترات راكبه في 60000 جنيه ولكن مالناش دعوه بيها، انا بتكلم على السكوترات الاقزام ديت، سكوترات يعني مش عارف دي عباره عن ايه، تقريبا ب 15 20000 جنيه. السكوترات ديت لو معاك 50 60000 جنيه تشتري السكوترات ديت عشان وتأجرها للاطفال لسه مش معاهم بطاقه شخصيه، حتى يعني ما عملوش اي انجاز في حياتهم، كل قراراتهم غريبه ومريبه، لازم تكون تحت مراقبه الاهل. ان انت تدي الطفل سكوتر مقابل ساعه ب 90 جنيه ويمسك بقى، والطفل يمسك السكوتر دوت ويعيش بقى، مفكر نفسه في فيلم السرعه والغضب، مفكر نفسه فان ديزل، يمسك الدركسيون بايد واحده وهاتك يدعك خلاص بقى، يغرس مش بيدي تلاكسات لانه كاريزما، رغم ان هو طفل ولكن انه كاريزما، انه سايق سكوتر. طالما انت سايق سكوتر فاعرف ان معدلات الكاريزما بترتفع عندك. يغرز، يلبس عربيتين في بعض، واحد ماشي بامان الله في المكان عاوز يلف مد اشاره، عاوز يلف في امان الله، فيلاقي اللي معدي من جنبه كده غارز له، يعني يطير بقى جدون، يطير له مرايه للعربيه، ممكن يتفعص تحت عربيه نص نقل، فانت ونصيبك. واكيد اكتر شيء بيعصبك من ناحيه الاسكوترات ديت ان هي مش بتطلع صوت، وده هيسبب لك ازمه نوعا ما. لو انت بتسوق مكنه تبقى ماشي في امان الله فتلاقي اللي بيغرز من جنبك، يعني هيندمك على المكنه اللي انت دافع فيها 65000 جنيه، هتلاقي سكوتر قد كده ب 15 20000 جنيه بيكسر عليك وكسر سرعه وبيعديك وبياكلك هيندمك ان انت. ولكن بالاخص الناس اللي بيسوقوا العربيات، هو الملك هيبقى سهل نوعا ما، اي نعم عندك نقط عمياء الله يعينك في اللي انت فيه يعني، بس الطفل اللي بيبقى سايق سكوتر دوت نظرا لان عنده معدلات كاريزما عاليه جدا، هو مش هيديلك تراكس، هو مش هينبهك ان هو معدي من جنبك، هيطير لك مرايه، يحك لك بقى البتاع، يبقى معدي كده يزنق عليك بقى، يلبسك في عمود، يلبسك في اي كشك كده بتاع راجل بيسترزق على اي رصيف كده، بدل ما تخبط في الطفل دوت وبدل ما تعوره وتندم اهله ان هم جابوا الدنيا اساسا، فتكسر الكشك بقى بتاع الراجل الغلبان اللي بيبقى 2 لتر بيبسي ب 40. فنصيحه ليك لو انت اتفرجت على الفيديو دوت وعندك اولاد، اكتشف او استكشف او راقب ابنك، شوفه بيأجر سكوترات ولا لا، ان هو كده راح في 60 داهيه. ولو انت لسه داخل على جواز يعني وبتبني مستقبلك يعني وناوي تخلف، فخلي بالك ان انت لما تخلف اولاد تخليهم ان هم يمشوا حياتهم الطبيعيه زي ما احنا ما عشناها واحنا صغيرين. ان انت الطفل بيتعلم المشي شويه شويه، بيتعلم الجري شويه شويه، بيتعلم الدنيا ماشيه ازاي شويه شويه، يجي له شغف ان هو عاوز يجرب حاجه جديده فيسوق عجل، بعد كده يجي له شويه جرأه فيسوق مكنه، بعد كده بقى يطور من نفسه فيسوق عربيه. ولكن ان طفل يرزبن فجأة كده لسه حتى ولا طلع بطاقه ولا اي حاجه، لسه ما عملش اي حاجه في الدنيا اساسا، فيسوق سكوتر ومفكر نفسه فان ديزل،